مساء الفل. خلينا نشوف تحليل اي جي اكس 30 قبل ما نبدأ في تحليل الأسهم اللي الناس بعتها لنا على القناة. ولو في أي حد عنده أسهم قال إنها يقدر يكتبها لنا في كومنت وهنحللها في الفيديو الجاي بتاع يوم الاثنين إن شاء الله. طيب مبدئيا اي جي اكس 30 احنا كنا محللين اهو، وقلنا إن هيحصل من عندي المنطقة دي شوية هبوط، وبالفعل بدأ إن هو يحصل الهبوط اللي احنا شفناه آخر كام يوم. خلينا نفتح نشوف بس الفترة الجاية اللي هيحصل. في احتمال كبير لصعود، مفيش إشارة تأكيدية للصعود اللي هيحصل، ولكن الاتجاه العام عندي في الاي جي اكس أو في البورصة المصرية صاعد. فنعتقد ان الاحتمال الاكبر في الحالة دي ان هيحصل صعود. طيب خلينا نبدأ في تحليل الاسهم. عندي اول حاجة صادق. خلينا نبص كده التحليل بتاع الفريم الاكبر شوية وضعه ايه. في عندي هنا الارتفاع واضح طبعا. المنطقة اللي احنا فيها دي منطقة احنا بنسميها علم، بيبقى المنظر بتاعها عامل كده او مثلث. العلم او المثلث في الحالة دي بيحصل بعده صعود قوي لو الاتجاه العام اصلا كان صاعد زي ما هو باين قدامنا. طيب خلينا نبص كده بقى على الفريم الصغير ونشوف اليومين الجايين كده وضع السوق هيبقى ايه. انا عندي هنا منطقة قوية جدا، الارتداد السعري منها، وبالفعل السعر بدأ ان هو يرتد. المنطقة على فكرة مش بالضرورة تبقى خط، هي بتبقى منطقة على بعضها ما تبقاش خط واضح يعني. فهي المنطقة السعرية اللي عندي في المنطقة دي واضح ان السعر بدأ يرتد من عندها. فانا اعتقد ان السعر الفترة الجاية هيكون فيه صعود، وممكن نستهدف سعر 64 كحد اقصى. طيب نشوف السهم اللي بعده. عندي اسك. اسك احنا كنا محللين، وخلينا نفتح بس برضه الفريم الكبير نشوف الاتجاه العام. عندنا نفس القصة، كان عندي علم وفي هنا منطقة قوية للارتداد، اللي هي المنطقة دي السعر بدأ يرتد من عندها. فخلينا نخش على فريم أصغر شوية ونبدأ نحلل. هنلاقي ان السعر كان نازل عندي في قناة هابطة في المنطقة دي اهي، وبعد كده السعر اخترق القناة الهابطة وبدأ يبقى عندي صعود، وحصل عندي هبوط قوي هنا. قد يكون بسبب حاجة ليها علاقة داخليا بالشركة، ولكن احنا خلينا نبص كده. في عندي اهو المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها القوية بتاعة الارتداد. فانا اظن ان السعر الفترة الجاية هيكون برضو في صعود. نقدر نستهدف 42 وممكن نستهدف اهداف اكبر شوية. يعني احنا عندنا الحد الاقصى للاستهداف عندنا هيكون في حدود سعر 57 او 57 ونص. انا افضل دايما ان انت تكون اقل شوية. لو عايز 56 هيكون مثالي اكتر، لان السعر ممكن ما يلامسش المنطقة دي تاني اللي احنا مشاورين عليها. عشان في ناس بتقولي مش بنشوف المنطقة دي. انا شايف ان خليك دايما في المنطقة اللي اقل، في رينج من 55 ل 56. ده رينج اعتقد مناسب للناس اللي بتستهدف صفقات طويلة المدى شوية. هنشوف السهم اللي بعده. خلينا بس نفتح فريم كبير شوية. اي ار سي سي، لا ده اتجاه برضو عندي صاعد، ولكن في حاجة مقلقة شوية، وهي وجود نموذج الراس والكتفين، وده نموذج انعكاسي. لو السعر اخترق المنطقة دي هيحصل عندي هبوط قوي جدا، قد يصل لنفس الارتفاع ده. يعني لو انا عندي هنا حوالي 8 جنيه، ممكن السعر ينزل عندي لحد 2 جنيه تقريبا. هينزل حوالي نفس القيمة أو نفس الرينج تقريبا اللي هو كان وصل لها قبل كده. ولكن ده احتمال ضعيف شوية، عشان ما باش قلقت مالك السام اللي بيسألنا عنه. احتمال ضعيف شوية، بس لحد دلوقتي أنا ما فيش عندي إشارة لاستكمال الصعود. لحد دلوقتي أنا عندي في السعر بتاعي على الفريمات اللي هي قد تكون أصغر شوية، احنا في اتجاه حتى الآن هابط. فخلينا نفتح الفريم الأصغر شوية كده ونبص عليه. هنلاقي ان عندي اهو انا عندي اتجاه هابط حتى الان. فبما ان السعر في اتجاه هابط، انا ما اقدرش اقول ان هو هيصعد الا لو كسر منطقة سعر 11. ساعتها نبدأ نقول ان هو احتمال كبير قوي ان هو يوصل لسعر 18 تاني او يرتد لسعر 18. حتى الان بالنسبة لي انا كتحليل فني هو السوق هابط للسهم ده. طيب خلينا نشوف القلعة. نفتح برضو فريم كبير شوية. احنا كنا محللينه زمان اهو، قلنا ان هو في قناة صاعدة، ولو كان كسر المنطقة دي هيهبط، وهو بالفعل هبط شوية.
حتى الآن أنا عندي الاحتمال الأكبر هيكون الصعود، وهقول لكم ليه. لأن أنا عندي كان في هبوط قوي هنا، وبعد كده السعر مشي في شكل عرضي، وبعد كده السعر بدأ يصعد ورجع صحح تاني من عند نفس المنطقة دي، وبعد كده بدأ ان هو يصعد على الفريم الأصغر شوية. فأنا شايف ان الاحتمال الأكبر هيكون في صعود. خلينا نفتح فريم أصغر شوية ونشوف. اهو هتلاقي عندك في قناة صاعدة، السعر هو اللي بيقول مش احنا. هتلاقي عندك السعر وكان نازل في قناة هابطة، وبعد كده السعر بقى في قناة صاعدة. فبما ان السعر فيه صعود في القناة الصاعدة دي، فانا افضل ان انت تخش شراء لو انت ناوي ان انت تشتري في السعر ده. يعني هنفتح الفريم ال5 دقايق هنبص كده، ولو اني يعني اللي متابعني عارفني محبش الفريمات الصغيرة، بس هنبص كده هنلاقي السعر في منطقة هبوط. انا افضل ان انت تبدأ في عملية الشراء بعد اختراق القناة دي.